السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بريبتو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض ليسون 1 في يونت 2. الوحدة التانية ان شاء الله هنبدأ بليسون 1. طبعا يونت 2 بتتكلم على الفورسز اند موشنز، القوى والحركة. تمام، خلينا نشوف ليسون 1 بيتكلم عن ايه. طيب زي ما انتم شايفين ليسون 1 التايتل بتاعنا بيتكلم عن حاجة اسمها نيوتنز لو اوف موشنز. يعني ايه نيوتنز لو اوف موشن؟ قوانين نيوتن للحركة. يعني اليونت 2 فيها درسين، اللي هي ليفرز اللي هي الروافع، والنيوتنز لو اوف موشن قوانين نيوتن للحركه. خلينا نشوف ليسون 1 عباره عن ايه. يبقى احنا عندنا ليسون 1 في يونت 2 بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ نيوتنز لو اوف موشنز. نيوتنز لو اوف موشنز قوانين نيوتن للحركه، قوانين نيوتن للحركه. تمام. طيب خلينا نبتدي ونشوف يعني ايه اصلا موشن، يعني ايه حركه، وايه هي نيوتنز لو اوف موشن، قوانين نيوتن دي. طيب اول حاجه في كونسبت لازما تعرفه، مهم جدا. يعني ايه كلمه موشن؟ طيب يعني ايه كلمه حركه؟ الكلمه حركه يا ولاد يعني تشينج في البوزيشن، انت بتغير مكانك as time pass بمرور الوقت بالنسبه لفيكس بوينت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا كنت واقفه عند البوينت اللي اسمها ايه، عند النقطه ايه، وكان جنبي كده عمود. تمام، اذا العمود بالنسبه لي ده بقول عليه فيكس بوينت، نقطه ثابته. انا كنت في الموضع ايه وبدات امشي فوصلت للموضع بي. تمام كده، تمام. اذا انا عملت ايه؟ انا عملت تشينج للبوزيشن، يعني غيرت مكاني از تايم باس بمرور الزمن. بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفيكس بوينت. يعني بالنسبه لي العمود ده كانت نقطه ثابته. يعني ايه نقطه ثابته؟ طيب اول حاجه انا عندي تو كونسبت مهمين جدا، في مفهومين لازم تبقى عارفهم. يعني ايه كلمه موشن، ويعني ايه كلمه فورس، يعني ايه قوه، ويعني ايه كلمه موشن حركه. طيب خلينا نبدا بكلمه موشن. موشن يعني حركه، يعني الاوبجكت الجسم ده هيعمل تشينج في البوزيشن، هيغير مكانه از تايم باس بمجرد او بمرور الزمن بالنسبه لفيكس بوينت. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا واقفه في البوينت ايه، انا واقفه عند النقطه ايه. تمام، وجنبي مثلا هنا تري، شجره. فالشجره دي بقول عليها فيكس بوينت، نقطه ثابته بالنسبه لي يعني ما بتتحركش. تمام، انا بدات امشي فمشيت من ايه لبي. تمام كده، انا كده بقول على نفسي ان انا في حاله موشن. يعني ايه موشن؟ يعني في حاله حركه، لان انا عملت ايه؟ تشينج للبوزيشن، غيرت مكاني از تايم باس بمرور الزمن. انا عملت تشينج للبوزيشن، غيرت مكاني بالنسبه للفيكس بوينت، النقطه ثابته. يعني انا بتحرك. ايه اللي قال لي ان انت اتحركت؟ انت كنت هنا عند الشجره، بعدت عن الشجره، يبقى انت بالنسبه لك انت في حاله موشن، لان انت عملت تشينج للبوزيشن، غيرت مكانك بمرور الزمن. تمام. اذا انا عندي تو تايب، يعني او تو ستيت، في حالتين للاوبجكت. يعني الجسم بتاعك ده يا اما يبقى ان موشن في حاله حركه، يا اما يبقى في ريست يعني ايه؟ في حاله راحه. امتى اقول ان الجسم في حاله موشن؟ لو عمل تشينج في البوزيشن، غير مكانه از تايم باس بمرور الزمن. طب امتى اقول ان الجسم في حاله ريست، في حاله راحه او في حاله سكون؟ لو الجسم ده ما عملش تشينج للبوزيشن، ما غيرش مكانه بمرور الزمن. يعني ستاتيك اوبجكت، يعني جسم ساكن. تمام كده، ما بيتاثرش. تمام. قال له خد بالك بقى، سواء كنت في حاله موشن او في حاله حركه، لو انا بقى عايزه اغير حالتك، يعني لو في حاله موشن عايزه اوقفك واخليك في ريست. طيب لو انت في حاله ريست عايزه اغير حالتك واخليك في حاله موشن. تمام، انا هنا لازم انا اثر عليك بفورس، لازم انا اثر عليك بقوه، عشان تعمل ايه؟ تشينج للستيت، تغير حالتك. لو انت ماشي تقف، لو انت قاعد خليك تتحرك. يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما انتم شايفين الكرة دي بقول عليها اوبجكت. تمام. طيب الكرة دي في حالة ريست، يعني في اي حالة ريست؟ يعني في حالة راحة. تمام، انا عايزة اعمل تشينج للستيت دي، عايزة اغير حالتها، بدل ما كانت في حالة الريست اخليها في حالة موشن. اولا الكرة مش هتمشي لوحدها، صح؟ لا، لازم انا اثر عليها بايه؟ بفورس، بقوة، هزقها دي، يعني انا اثرت عليها بفورس، فخليتها غيرت حالتها من الريست، من حاله الراحه لحاله الموشن. يبقى انا طالما اثرت على الاوبجكت، على الجسم، بسيوتابل فورس، بقوه مناسبه، لان لازم قوتي تبقى مناسبه عشان اقول ان انا غيرت حاله الجسم. لان انا لو القوه بتاعتي مش مناسبه الجسم مش هيغير حالته. يعني مثلا في عربيه واقفه في الشارع، تمام، انا عماله ازق في العربيه والعربيه ما بتتحركش، انا كده انا باثر فعلا على العربيه دي فورس،
فورس باثر عليها بقوه، بس الفورس بتاعتي قوتي unsuitable، قوه مش مناسبه. ليه؟ طالما العربيه ما اتحركتش وما غيرتش الستيت بتاعتها يبقى قوتي ما كانتش مناسبه. لكن لو العربيه بدات تتحرك، بقينا بقى 10 بنزق العربيه، فالعربيه هنا بدات تتحرك، اذا احنا كده اثرنا على الكار دي، على العربيه بفورس، والفورس كمان كانت ايه؟ كانت سيوتابل، يعني قوه مناسبه. يعني انت الجسم مش هيغير حالته تمام الا اذا اثرت عليه بفورس. يعني ايه؟ مثلا كان عندي عربيه ماشيه، العربيه دي ماشيه على الطريق، اذا العربيه في حاله موشن، في حاله حركه. طيب انا عايزه اغير حاله العربيه، اغير من الموشن للريست، اوقفها تمام، فانت لازم تاثر على العربيه بفورس. فحضرتك بتعمل ايه بقى عشان تاثر عليها بفورس؟ بتاخد فرمله، الفرمله دي تعتبر فريكشن فورس، قوه احتكاك. لما العربيه بتحتك بالطريق، اذا هنا قوه الاحتكاك اهي فورس، ما هي قوه الاحتكاك دي تعتبر قوه اثرت على العربيه فخليتها تقف. يعني انت غيرت الستيت بتاعتها من الموشن تمام كده للريست. اذا يبقى انا عندي في تو كونسبت مهمين جدا، اللي هم مين يا ولاد؟ الموشن الحركه، والفورس القوه. يبقى اذا الجسم عشان اغير حالته تمام لازم انا اثر عليه بسيوتابل فورس، بقوه مناسبه، عشان احول من ريست الموشن او من موشن للريست تمام. اذا في علاقه وطيده ما بين الفورس والموشن، يبقى في علاقه ما بين القوه والحركه صح. طيب تعالى نرجع بقى شويه كده للانشنت تايمز، للناس بتوع زمان كده كانوا بيقولوا ايه العلاقه ما بين الفورس والموشن، يعني ايه العلاقه ما بين الحركه والقوه. العالم مثلا ارسطو، العالم ارسطو ده كان بيقول دايما ايه؟ كان عنده مقوله كده بيقول ايه؟ ان الاوبجكت wouldn't continue on motion، يعني الجسم مش هيستمر في حركته unless a force acted on it، الا اذا اثرت عليه قوه. يعني الجسم ده مش هيغير من حالته الا اذا اثرنا عليه بقوه تمام. طيب تعالى نشوف الكلام ده صح ولا غلط. جه عالم اسمه العالم جاليليو، العالم ايه؟ العالم اسمه جاليليو. طيب قال لك ان العالم جاليليو ده قال ان الكلام اللي كان بيقوله ارسطو الكلام ده inaccurate، يعني كلام مش مظبوط، بناء على اكسبيرمنت، تجارب هو عملها. طيب واثبتت ايه بقى التجارب بتاعه جاليليو؟ قالت لك جاليليو قال ايه يا ولاد؟ قال ان دايما الاوبجكت tended to maintain its state، يعني ايه؟ ان الاوبجكت بيحاول يحافظ على حالته سواء كانت ريست او موشن، في حاله حركه او في حاله سكون، unless الا اذا اثرنا عليه تمام كده باكسترنال فورس، بقوه خارجيه. تاني عشان انتوا مش فاهمين، العالم ارسطو الاولاني كان بيقول لو ما فيش فورس، ما فيش قوه، يبقى ما فيش موشن، في فورس في قوه يبقى في موشن تمام. يعني طب تعالى كده مثلا عربيه ماشيه على الطريق، هل انت كده مأثر عليها بقوه؟ العربيه دي ماشيه على الطريق، هل انت هي كده ماشيه اهي، انت على فكره هي ماشيه وانت مش مأثر عليها بقوه، عشان بقى تغير حالتها لازم أن تأثر عليها بقوه. يعني انا قصدي كده العربيه ماشيه على الطريق، هي طول ما هي ماشيه انت مش مأثر عليها بقوه، انت بقى عشان تحول حالتها، لازم أن تأثر عليها بقوه. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين الحته دي؟ هو بقى كان بيقول كده، بيقول في فورس في قوه يبقى الحاجه ماشيه، مفيش فورس يبقى الحاجه مش ماشيه. لا على فكره لا، ما العربيه ماشيه على الطريق اهي، يعني في حاله موشن بس انا مش مأثره عليها فورس. رح جاي بقى العالم جاليليو وقال ايه؟ قال الكلام ده غلط، قال لك ان الجسم، ان الاوبجكت بيحاول يعمل مانتين، يحافظ على الستيت بتاعته، على حالته. يعني لو جسم في حاله ريست عايز يتنيه في حاله الريست، ولو جسم في حاله موشن عايز يتنيه في حاله الموشن، ما لم تؤثر عليه يا ولاد اكسترنال فورس. يعني الجسم لو هو في حاله ريست، لو اثرنا بقى هنا عليه فورس يبقى انا هغير حالته، هخليه يتحرك. زي مثلا كتاب على ترابيزه، الكتاب ده في حاله الريست، في حاله الراحه زي ما بيقولوا صح. طيب الكتاب ده عايز يحافظ على حاله الراحه، عايز يتنيه كده على الترابيزه، الا اذا انا جيت وشلت الكتاب، انا شلته يعني اثرت عليه بفورس فخليته يغير الستيت بتاعته من الريست للموشن صح ولا لا؟ وكذلك الامر مثلا، لو حاجه ماشيه مثلا وبتجري، الحاجه دي في حاله موشن، هي عايزه التانيه محتفظه بالحاله دي، الا اذا انا جيت ووقفتها واثرت عليها بقوه، فانا يعني غيرت حالتها من الموشن للريست تمام. والحاله دي بنقول عليها الانرتيا، اللي هو القصور الذاتي، ان كل جسم يا ولاد، بيحاول يحتفظ بحالته ما لم تؤثر عليه اكسترنال فورس. يعني اللي ساكن عايز تانيه ساكن، واللي في حاله موشن عايز تانيه في حاله موشن، ما لم تؤثر عليه اكسترنال فورس، قوه خارجيه. انت بتحاول تحافظ على الحاله اللي انت فيها. يعني انا قاعده على الكرسي، عايزه تنيني قاعده على الكرسي تمام كده تمام، مش هقوم الا اذا اثرت عليا قوه فابدا اغير حالتي. دي بنقول عليها الانرتيا، اللي هي القصور الذاتي، ان كل جسم بيحاول يعمل مانتين، يحافظ على الستيت بتاعته سواء كانت ريست او موش، ما لم تؤثر عليه اكسترنال فورس. خلاص كده يا ولاد؟ خلاص. طيب تعالى اول حاجه ناخد شويه معلومات بقى على نيوتنز لو اوف موشن، قوانين نيوتن للحركه، اللي هي اساس الدرس بتاعنا تمام. طيب تعالى نشوف العالم اسحاق نيوتن. على فكره العالم اسحاق نيوتن ده انجليش ساينتست، عالم انجليزي على فكره، وليه اسهامات كتيره جدا في مجالات كتيره. يعني مثلا يعني كان ليه اسهامات في علم الفيزيكس، في علم الفيزياء، وكمان في علم الماثماتكس اللي هو علم الرياضيات،
ساهم في حاجات كتير. وكمان يا ولاد كان ليه يعني دور مهم جدا في علم الاوبتكس، علم البصريات اللي هي الرؤيه والابصار والحاجات دي كلها. وكمان هو اللي حط اللو اوف موشن، قوانين الحركه، وحط كمان اليونيفرسال لو اوف جرافينشال اللي هو قانون الجاذبيه او قانون الجذب العام لما التفاحه سقطت. تمام. وكمان يا ولاد ليه دور مهم جدا في حاجه اسمها اللي هي الثيوري اوف كولر، نظريه الالوان. ايه نظريه الالوان دي؟ فاكرين لما كنا بناخد بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو المنشور الثلاثي اللي هو البريزم. فاكرين المنشور الثلاثي لما كان بيسقط عليه لايت ضوء ابيض، يعني كان بيعمل له ايه؟ ديكومبوز، كان بيحلله ل7 كولر، ل7 الوان يا ولاد، اللي هي ايه؟ اللي بنقول عليها الوان الطيف زي ما بيقولوا كده. تمام. فهو ليه اسهامات كتيره. يبقى العالم اسحاق نيوتن ده انجليش ساينتست، ليه اسهامات في علم الفيزياء فيزيكس والماثماتكس الرياضيات، وعلم الاوبتكس البصريات. هو اللي حط قانون اللو اوف موشن، قوانين الحركه. هو اللي حط قانون اللي هو الجرافيتي الجاذبيه. وليه دور مهم جدا في حاجه اسمها الثيوري اوف كولر، نظريه الالوان، بناء عن استخدام اللي هو المنشور الثلاثي اللي هو البريزم. لما كان بيسقط عليه ضوء ابيض، فالضوء الابيض ده كان بيتحلل ل7 الوان اسمهم الوان الطيف. يعني العالم اسحاق نيوتن هو اللي حط لنا قوانين الحركه، وهو عنده اسهامات كتيره جدا في اكتر من علم. تمام. طيب قبل بقى ما ادرس نيوتنز لو اوف موشن، قوانين نيوتن للحركه، تمام، لازما في 3 كونسبت لازما تبقى عارفهم. يعني ايه نت فورس؟ يعني ايه نت فورس؟ يعني محصله القوه يعني ايه؟ ويعني ايه بالانسد فورس؟ يعني ايه قوه متزنه؟ ويعني ايه ان بالانسد فورس؟ قوه غير متزنه. يبقى انا عندي 3 مصطلحات. يعني ايه نت فورس؟ نت فورس يعني القوه المحصله، يعني في الاخر انت اثرت على الجسم ده بقوه مقدارها قد ايه؟ المحصله كام؟ تمام. طب الجسم هيتحرك ولا مش هيتحرك؟ طيب وعندي حاجه اسمها بالانسد فورس، قوه متزنه، وعندي حاجه اسمها الان بالانسد فورس، القوه الغير متزنه. طيب خلينا نعرف اول حاجه النت فورس اللي هي القوه المحصله. طب يعني ايه اصلا يا ولاد كلمه فورس؟ احنا قلنا الفورس ده يعني افكت، تاثير، هاثر بيه على اوبجكت فالجسم هيغير الستيت بتاعته. لو كان في حاله ريست هيبقى حاله موشن، لو في حاله موشن هيبقى في حاله ريست. يبقى الفورس القوه يا ولاد، القوه بقول عليها ايه؟ اللي هي فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ قال لي يعني كميه فيزيائيه. كلمه فورس دي، في كلمه فورس كميه فيزيائيه، يعني هي كونسبت مصطلح خاص بعلم الفيزياء. وكوانتيتي يعني لها مقدار. يعني مثلا يعني ايه لها مقدار؟ اقول لك مثلا انا اثرت على الجسم ده مثلا ب 10 نيوتن. يعني ايه 10 نيوتن؟ يعني 10 نيوتن. 10 دي الكوانتيتي، دي الكميه بتاعتها، والنيوتن دي الميجرنج يونت، وحده قياس الفورس هي النيوتن. تمام يا ولاد. وكمان الفورس بيبقى ليها يا ولاد ماجنتيود يعني مقدار زي ما احنا قلنا، وليها كمان دايركشن يعني لها مقدار واتجاه. بص يا ولاد، انا عندي نوعين من الفيزيكال كوانتيتي. الفيكتور فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه فيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ كميه فيزيائيه متجهه. الفورس القوه انا بقول عليها فيكتور فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه فيكتور؟ يعني اتجاهيه. يعني ايه فيزيكال كوانتيتي؟ لها مقدار. تاني عشان انا هفسر لك الكلمه دي. اول حاجه احنا بنقول الفورس فيكتور فيزيكال كوانتيتي، كميه فيزيائيه متجهه، يعني كميه لها مقدار وليها اتجاه. يعني ايه لها مقدار وليها اتجاه؟ انا بقول لك انا معايا بوكس، تمام، عايزاه يتحرك، عايزه احركه. عشان احركه انا لازم اثر عليه بفورس، اثر عليه بقوه، وليها اتجاه معين. يعني انت هتزق البوكس ده يمين ولا شمال، فانت في هنا دايركشن، في اتجاه للقوه. يبقى اول حاجه هي ليها دايركشن، يعني في اتجاه معين. انا هزق البوكس ده ناحيه اليمين او هزقه ناحيه الشمال، اذا انا ليا هنا دايركشن. وكمان ليا ماجنتيود. يعني ايه ماجنتيود؟ او ليا كوانتيتي، ليا كميه. انا هقول لك انا اثرت على البوكس ده بمقدار 10 نيوتن، ال10 دي بقول عليها ماجنتيود، قيمه يعني رقم، كوانتيتي كميه. والنيوتن هنا ده الميجرنج يونت، وحده القياس. يبقى اذا لما اقول لك الفورس عباره عن ايه، هتقول لي فيكتور فيزيكال كوانتيتي. يعني ايه فيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ كميه فيزيائيه متجهه، لان لها ماجنتيود يعني لها مقدار، ليها قيمه يعني لها رقم، وكمان لها دايركشن يعني ليها اتجاه. يعني انت بتاثر في اتجاه الايه؟ الشرق ولا الغرب ولا انهي اتجاه بالظبط؟ يعني الفورس تمام بيبقى ليها دايركشن وليها ماجنتيود. عشان كده لو جبت لك سؤال جيف ريزون قلت لك ليه الفورس فيكتور فيزيكال كوانتيتي، هتقول لي لان ليها ماجنتيود وكمان دايركشن. طيب مين الميجرنج يونت اوف فورس؟ وحده قياس الفورس مين؟ النيوتن. وده نسبه للعالم اسحاق نيوتن، نسبه طبعا لانجازاته في علم الفيزيكس، في علم الفيزياء. فسمينا الميجرنج يونت وحده قياس القوه بالنيوتن. والجهاز اللي بقيس بيه الفورس اسمه نيوتن ميتر اللي بنقول عليه السبرينج بالانس اللي هو الميزان الزنبركي. يبقى الفورس دي
ليها ميجرنج يونت، لا وحده قياس بقول عليها نيوتن، يبقى وحده قياس اسمها نيوتن. والديفايس الجهاز اللي بستخدمه عشان اقيس بيه القوه، شايفين ده جهاز كده بنقيس بيه القوه، يعني بشبك فيه الحاجه كده وبحاول اشوف الفورس بتاعتها قد ايه، واسمه سبرينج بالانس اللي هو الميزان الزنبركي، او اسمه نيوتن ميتر. يبقى نيوتن دي الميجرنج يونت، نيوتن ميتر ده الديفايس الجهاز اللي انا بستخدمه. خلاص كده خلاص. طيب يعني ايه بقى يا اولاد النت فورس؟ يعني ايه النت فورس؟ قال لك كلمه نت فورس يعني القوه المحصله. ده عباره عن ايه يا اولاد؟ النت فورس عباره عن الصم، مجموع الفورسز، القوه اللي انت هتاثر بيها على اوبجكت معين، يعني المحصله في الاخر. يعني مثلا انا بقول لك انا معايا هنا ده بوكس، تمام، وجيت انا زقيته فاثرت عليه ب 10 نيوتن، بقوه مقدارها 10 نيوتن، تمام، فما اتحركش، فراح جاي اخويا هو كمان اثر على الجسم ده، تمام، مثلا ب 20 نيوتن، ب 20 نيوتن، فراح لقينا الصندوق اتحرك، يعني الصندوق عمل تشينج للبوزيشن، اذا كده القوه بتاعتنا كانت مؤثره والجسم غير حالته، تمام. قال لك بقى النت فورس القوه المحصله كام؟ هتبقى 30، هتبقى 30، يعني القوه اللي انت اثرت بيها انت بقى و10 معاك انت وحد تاني على الجسم ده، في الاخر بقول عليها نت فورس. يعني المحصله كام في الاخر؟ المحصله كام؟ يعني انتوا اثرتوا بقوه قد ايه؟ يا رب نكون 10. يعني دي عربيه، تمام كده، جم ناس مثلا عشان يزقوها، تمام، يكشي يكون عددهم 100، انا عايز اعرف كل واحد اثر بقوه قد ايه، وهجمعكم في الاخر، تمام كده، واقول عليكم النت فورس اللي هي القوه المحصله، تمام. يبقى التوتال ريزلتنج فورس اللي هي السم اوف فورس، يعني مجموع الطاقات اللي احنا اثرنا بيها على اوبجكت، بقول عليها النت فورس. يبقى النت فورس، تمام، عباره عن التوتال ريزلتنج فورس، القوه النهائيه المحصله، يعني مجموعكم في الاخر قد ايه، يعني انا اثرت على الجسم ده، تمام، بقد ايه. وطبعا طالما هي فورس فاذا هي لها ماجنتيود، يعني لها قيمه، وكمان ليها دايركشن، تمام كده يا ولاد، تمام. طيب وقال لك ان النت فورس determine whether the object will move ولا stop ولا change its speed or direction، يعني القوه المحصله دي اللي انت اثرت بيها على الجسم، هتقول لي اذا كان الجسم هيتحرك ولا هيقف ولا هيغير سرعته ولا هيغير اتجاهه. يعني على حسب، لو هو مثلا جسم ساكن وانا اثرت عليه بقوه وهو اتحرك، اذا كده هو غير الستيت بتاعته، بدل ما كان ريست بقى في حاله موشن. طب لو الجسم متحرك وقف، يبقى برضه هو غير الستيت بتاعته، وكل ده حسب النت فورس، القوه اللي انت بتاثر عليه. يعني الجسم ده لو انت اثرت عليه بقوه، هل السبيد سرعته هتزيد ولا لا؟ طيب هل هيغير الدايركشن اتجاهه ولا مش هيغير الدايركشن؟ طب هل هيتحرك ولا هيتنيه واقف؟ وهكذا. يبقى النت فورس بتحدد اذا كان الجسم هيبقى موف هيتحرك ولا هيبقى ستوب واقف، وكمان هتقولي اذا كانت السبيد السرعه هتزيد ولا البوزيشن هيتغير ولا ايه بالظبط، او الدايركشن اتجاه هيتغير ولا لا. تمام، يبقى انا خدت دلوقتي النت فورس. طيب تعالى بقى عشان اعرف اجيب النت فورس اللي هي القوه المحصله دي، تمام، لازم نعرف مصطلح اسمه البالانسد فورس والامبالانسد فورس، القوه المتزنه البالانسد، والامبالانسد القوى الغير متزنه. طيب يعني ايه قوه متزنه؟ خدها مني، ساعه ما تلاقي ان الجسم ما غيرش حالته يبقى انت مأثر عليه ببالانسد فورس. قوه متزنه، يعني ايه قوه متزنه؟ يعني قوه متساويه. يعني ايه قوه متساويه؟ دي بتبقى قوه ان اوبزيت دايركشن، عكس الاتجاه وبنفس المقدار. يعني ايه؟ شايفين الولدين دول، الاثنين دول بيأثروا على، مثلا هنقول ان ده صندوق، تمام، وجه ولد من الناحيه دي وجه ولد من الناحيه دي، اذا الولدين دول ان اوبزيت دايركشن. يعني ايه اوبزيت دايركشن؟ الاثنين عكس الاتجاه، وده بيأثر ب 20 نيوتن وده بيأثر ب 20 نيوتن، يعني الاثنين بيأثروا بنفس الماجنتيود، نفس القيمه او نفس المقدار، وفي اتجاهين متضادين، اذا المحصله بتاعتي هتبقى كام؟ صفر. النت هنا بقى النت فورس القوه المحصله هنا هتبقى صفر. يعني ايه صفر؟ مش انت بتقول لي انا عايزه اجيب النت فورس اللي هي القوه المحصله، اللي هتقول لي اذا كان الجسم هيتحرك او مش هيتحرك، او هيغير اتجاهه او هيغير سرعته. احنا في الاخر كنا عايزين نحرك الصندوق، صح؟ فجه الولد ده بيزق يمين والتاني بيزق شمال، اذا هما الاثنين كده في اوبوزيت دايركشن، في عكس بعض في الاتجاه، بس بنفس القيمه، بنفس القيمه. فلما اجي اجيب النت فورس القوه المحصله، لما يبقى جسمين في عكس الاتجاه، انا بطرح القوتين عشان اجيب القوه المحصله في الاخر. لو الجسمين او القوتين بيأثروا مع بعض عكس الاتجاه، انا بطرحهم من بعض، يعني 20 ماينس 20 هيطلع القوه المحصله في الاخر كام؟ زيرو. يبقى اذا كأن ما اثرتش على الجسم ده باي قوه، يبقى اذا الجسم مش هيغير حالته، يعني الكرتونه او البوكس ده هيتنيه ساكن. يبقى اول حاجه يعني ايه بالانسد فورس؟ يعني قوه متزنه، يعني قوه ان اوبوزيت دايركشن، قوه في عكس الاتجاه وبنفس المقدار، فالمحصله النت بتاعتي بتبقى كام؟ بتبقى زيرو. اذا الجسم مش هيغير حالته طالما انا اثرت عليه بالانسد فورس، قوه متزنه. يبقى ساعه ما تسمع كلمه بالانسد فورس قوه متزنه، اذا الجسم مش هيغير حالته، الجسم هيتنيه زي ما هو، تمام كده، تمام. طيب امال بقى يعني ايه امبالانسد فورس؟ يعني ايه قوه غير متزنه؟
بص كده، unbalanced اذا الجسم هيغير حالته. يعني لو هو في حاله ريست هيتحرك، لو هو في حاله موشن هيقف، وهكذا. طالما انت اثرت عليه unbalanced، قوه غير متزنه. يعني ايه قوه غير متزنه؟ يعني انت مثلا، احنا معانا بوكس اهو، تمام، جه ولدين، ولدين تمام كده، اثروا عليه. واحد اثر ب 20 نيوتن، واحد اثر ب 30 نيوتن، ب 30 نيوتن. الفكره ان الاثنين في نفس الاتجاه، صح؟ حلو. يبقى المحصله النت فورس هتساوي كام؟ قال لي هنا بقى هتجمع. طالما انت في نفس الاتجاه يبقى انا بجمع الفورس. بجمع الايه؟ بجمع الفورس يا ولاد، بجمع القوه. يعني هتقول لي 20 بلس 30، اذا انا اثرت عليه بنت فورس قد ايه؟ بقوه محصله كام؟ مقدارها كام؟ 50 نيوتن. والجسم في الاخر هيتحرك لان انت مأثر عليه بان بالانسد فورس، بقوه غير متزنه. تمام. ودي قوه بتبقى في نفس الاتجاه، في السيم دايركشن. تمام. يعني هتديك قيمه في الاخر، يعني مش هتبقى بتساوي صفر. انتوا فاهمين يا اولاد ولا مش فاهمين؟ تاني الحته دي، يعني ايه unbalanced فورس؟ قوه غير متزنه، يعني الجسم هيغير حالته. يعني الجسم هيغير حالته سواء كان في نفس الاتجاه او في عكس الاتجاه. المهم ان القيمتين مختلفين عن بعض، وفي قيمه، يعني مفيش صفر في الاخر. يعني ايه؟ بصوا كده، دي بقول عليها unbalanced فورس، ودي بقول عليها برضو unbalanced فورس. يعني ايه unbalanced؟ يعني في الاخر الجسم هيتحرك او هيغير حالته. تمام. هنا كانت في نفس الاتجاه، تمام. يعني هنا الانبالانسد فورس، القوه الغير متزنه، كانوا الاثنين في اتجاه واحد، والجسم المحصله في الاخر الجسم هيتحرك. ليه؟ لان انت لما تجمع النت فورس، القوه المحصله في الاخر هتبقى كام؟ 50. يعني في رقم، يعني طالما في رقم يبقى الجسم هيتحرك. تمام. لكن هنا كانوا جسمين في عكس الاتجاه، صح؟ تعالى بقى جيب النت فورس، القوه المحصله طالما هم عكس الاتجاه انا بطرح، عكس الاتجاه بطرح، في نفس الاتجاه بجمع. طب تعالى نطرح، هطرح كام؟ 30 ماينس 20 هيطلع في كام في الاخر؟ 10. طالما في رقم يعني القيمه ما طلعتش بصفر، اذا الجسم هنا انا هاثر عليه والجسم هيغير حالته. بس هنا بقى هيغير حالته ان اتجاه، او في اتجاه الاقوى اللي قيمته اكبر. يعني الولد ده هو اللي هياخد البوكس عليه، لان القوه اللي هو اثر بيها اكبر من الثانيه. يعني المحصله في الاخر في رقم، يعني الجسم هيتحرك. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ يبقى البالانسد فورس، القوه المتزنه، الجسم مش بيتحرك. تمام. لان بتبقى قوه ان اوبزيت دايركشن، في عكس الاتجاه وبنفس المقدار، فالجسم ما بيتحركش. لكن الان بالانسد فورس، القوه الغير متزنه. يعني ايه قوه غير متزنه؟ النت فورس، القوه المحصله ما بتبقاش بصفر، مش بتبقى بزيرو، لا ليها قيمه سواء كانوا في نفس الاتجاه او عكس الاتجاه. المهم في رقم هيطلع، لان انت لو في نفس الاتجاه هتجمع عشان تجيب النت فورس، لو في عكس الاتجاه هتطرح عشان تجيب النت فورس. في الاخر انت عندك قيمه. طالما عندك قيمه يبقى الجسم هيغير حالته، وبقول عليها unbalanced فورس. واصله يا ولاد ولا لا؟ يبقى انا عندي قوانين للنت فورس. القوه المحصله، عشان اجيب القوه المحصله يا اما هطرح يا اما هجمع. تمام. طيب هطرح امتى؟ لو كان الجسمين عكس بعض، يعني ان اوبوزيت دايركشن، فانا هطرح القوه من بعضهم. طيب امتى اجمع واجيب النت فورس؟ لو كان احنا بنأثر على جسم بقوه مثلا مختلفه، بس كلنا ان ذا سيم دايركشن، كلنا في نفس الاتجاه، فانا هنا هجمع. واصله يا ولاد ولا مش مفهومه الحته دي؟ يبقى انا على طول، يبقى هي البالانسد، يبقى البالانسد فورس بقى عشان نجمع الكلام. يبقى البالانسد فورس، تعريف القوة المتزنة، ده عبارة عن تو فورس ايكوال في الماجنتيود، متساويين في المقدار، وان اوبوزيت دايركشن، عكس بعض في الايه؟ في الاتجاه. فالنت فورس المحصلة بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي صفر، يعني كأني ما اثرتش على الجسم بحاجة. يبقى الجسم يا ولاد مش هيتحرك او مش هيغير حالته. طيب امال يعني ايه بقى امبالانسد فورس؟ امبالانسد فورس يبقى انت بتأثر بفورس، تمام، بس اهم حاجة ان الفورس بتاعتك نوت ايكوال، قوة مش متساوية، سواء بقى كانوا في عكس الاتجاه او في نفس الاتجاه. المهم ان القوة بتاعتي مش متساوية، يعني المحصلة في الاخر في رقم اكبر من الزيرو، يعني الجسم هيغير حالته. واصله؟ تمام.